السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه معانا وهي انسحاب الزمالك من كاس السوبر. تاني حاجه معانا وهي تشكيل مفاجئ للاهلي لمواجهه الرجاء في كازابلانكا. واخر حاجه معانا وهي طرد مرتضى منصور بعد التطاول على وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. بس قبل ما نخش في الفيديو، انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه واضغط زرار اللايك ونخش في الموضوع على طول. اول حاجه معانا وهي تشكيل الاهلي في مواجهه نادي الرجاء في ماتش العوده. هيكون نفس تشكيل ماتش الذهاب مع وجود بعض التعديلات البسيطه. خلينا نقول الاول ان لعيبه الاهلي مش هيتمرنوا على ملعب المباراه نظرا لوجود ماتش الوداد وسيمبا التنزاني. الماتش كان الاول اتلعب في تنزانيا والوداد خسر 1-0، وده اصلا موجود في لوائح الاتحاد الافريقي ومفيش عليه اعتراض ان الفريق نفس البلد هيلعب، او فريق مختلف عن اللي انا هلعب قدامه هيلعب في نفس البطوله وهيلعب في نفس الملعب اللي انا هلعب فيه. مفيش اعتراض على انك انت ما اتمرنتش، وده اللي حصل مع الهلال في القاهره هنا لما كان ماتش الاهلي والهلال يوم السبت، وكان قبلها ب 24 ساعه ماتش الزمالك والمريخ السوداني. هو اي نعم كان ماتش ملوش اي 30 لازمه، لكن الهلال ما قدرش يتمرن يوميها على الارض استاد القاهره نظرا لوجود ماتش الزمالك والمريخ. وطبعا الهلال فكر ان هو مظلوم وان النادي الاهلي بيعامله معامله مرات الاب وجو المظلوميه والمؤامرات الكونيه دي. طيب اول حاجه كولر فكر فيها في ماتش العوده قدام الرجاء ان هو عايز يامن السرد باكين محمود متولي ومحمد عبد المنعم، وده اللي هيبقى غالبا هيلعب قدامهم. السرد باكين دول هيلعب قدامهم راس مثلث حمدي فتحي هيلعب راس مثلث ليهم وراس مثلث مقلوب لنص الملعب، لان حمدي فتحي في الادوار الدفاعيه كويس جدا وناشف وراجل بيقدر يؤدي الادوار الدفاعيه دي برجوله كويس جدا، وهيخفف الضغط على محمود متولي وهيخفف الضغط على محمد عبد المنعم، لان كلنا شفنا محمود متولي مهزوز مش طبيعي حتى في الباص اللي بيطلع منه. مش ده محمود متولي اللي بدا مع كولر وكان يعني انضم للمنتخب بعد 3-4 ماتشات مع الاهلي. فحمدي فتحي هيامن اكتر بان هو يرجع الوينجين الطايرين اللي هم هيبقوا بيرسي تاو ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال، هيخليهم يعتمدوا على الادوار الدفاعيه اكتر من الادوار الهجوميه، لان لو الاهلي لعب بشكل دفاعي بس هيخسر وهيبقى شكله مش كويس، ولا الاهلي يقدر يلعب بشكل هجومي ولا يقدر يفتح الملعب قدام نادي الرجاء وقدام الجمهور ده كله وتخلي الادوار هجوميه كامله، الا طبعا بعد ما تقدر تامن الماتش. لو قدرت تجيب جون خلاص انت امنت الماتش، تقدر الشوط الثاني تعمل اللي انت عايزه. وكان في اخبار بتقول ان علي معلول عنده شد ومش هيقدر يلعب الماتش ده. طبعا الدكتور احمد ابو عبله طلع واكد ان الفريق كامل، كل اللعيبه اللي مسافرين جاهزين للمشاركه في ماتش الرجاء بنسبه 100%. كده التشكيل ان شاء الله هيكون عندك الشناوي ومنعم ومتولي وهاني ومعلول وليبرو مقلوب في خط الوسط، حمدي فتحي نازل تحت وفي النص ديانج، وفي النص جنبه مروان عطيه، ووينجات طايره الاثنين هيكون ناحيه اليمين بيرسي تاو وناحيه الشمال حسين الشحات قدام كهربا. اخر حاجه بتمناها في الماتش ده ان الاهلي يلعب لعبه المعتاد، العب لعبك المعتاد مش هيفرق معاك الجمهور وما تتاثرش بالجمهور، لان الجمهور هيكون موجود وخارب الدنيا لانه بيشجع نادي الرجاء. ان لو ما شجعش بالشكل المثالي او ما شجعش بالشكل المطلوب، نادي الرجاء كان خسران 2-0، فهو مطلوب منه انه يشجع اكتر ويحمس لعيبته اكتر علشان يقدر فريقه يرجع في الماتش. انت ما تسمعش كلام الجمهور وما تشغلش بالك بالجمهور خالص. اغلبكم لعيبه خبرات، اغلبكم لعيبه لعبت في المنتخبات وطلعتوا لعبتوا في افريقيا والدنيا مشيت معاكم اكتر من كده ومريتوا باكتر من كده، وان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي. واخر حاجه باكد عليها بالنسبه لنادي الرجاء، نادي الرجاء مميز بس في الكرات العرضيه والكرات الثابته، بيعرف يستغلهم بشكل كويس جدا، على الرغم من ان الكرات العرضيه والكرات الثابته بيمثلوا عليه خطر كبير جدا. وشفنا كلنا ان محمد عبد المنعم طلع لوحده وجاب الجون لوحده، وحتى اللاعب اللي تحت ما فكرش ان هو يلتحم معاه، ما فكرش ان هو يزقه، ما فكرش ان هو يطلع معاه. مفيش. نادي الرجاء زي ما هو شديد في الكورتين دول هو ضعيف جدا فيهم. عنده مشكله تانية وهي قلب العمق. لو عدى الشوط الاول الاهلي تمام والدنيا ماشيه جميله وما قدرتش تجيب جون او طلعت متعادل من الشوط الاول، انت الموضوع بالنسبه لك في الشوط الثاني تقدر تنزل واحد زي قفشه، تقدر تلعب الوينجين يقدروا يلعبوا كرات في العمق، هتقدر تعمل اللي انت عايزه هتصدر لهم ضغط اكبر. هم الشوط الثاني لو الموضوع فضل تعادل هيفتح الملعب بالنسبه لك، وده هيبقى ميزه. وبالاخص زي ما قلنا اخر ربع ساعه هم واقعين بدنيا صفر، هم باخر 10 دقائق اخر ربع ساعه واقعين بدنيا. حتى في اخر 4 ماتشات في الدوري بالنسبه لهم في الدوري المغربي استقبلوا جوان في ال4 ماتشات او في ال5 ماتشات دول في اخر 10 دقائق. فنتمنى ان زي ما كولر استغل الاخطاء بتاعتهم دي هنا يستغلها ان شاء الله في المغرب، والتوفيق للاهلي.
وتاني حاجه معانا وهي مرتضى منصور او رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. مرتضى منصور في اجتماع مع مجلس اداره نادي الزمالك ناقشوا قرار الانسحاب من السوبر امام الاهلي بسبب عدم معاقبه كهرباء او عدم مثلا تنفيذ عقوبه كهرباء حتى الان. بص انا اقولها لك صريحه وضيحه وفضيحه كده. اولا انت باي صفه بتتكلم؟ انت معزول لحد دلوقتي، انت معزول ومش لحد دلوقتي انت مش قادر تنفذ حكم المحكمه، وطلب منك وزير الشباب والرياضه او طلب من مجلس الاداره تنفيذ القرار، وانت عملت مؤتمر عشان ما تنفذش القرار ومسكت الحديده ووقفت في وسط النادي وانا ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه، وانا القانون كله بالنسبه لي مش عارف ايه، ومحدش يقدر يشيلني من منصبي غير الجمعيه العموميه، وحتى حتى القاضي اللي حكم عليا قبل كده بحكم سنه مع ايقاف التنفيذ، القاضي ده كان عندي في النادي وانا شاطب عضويته. انت اي حاجه في اي حاجه. وانت كمان يا اشرف يا صبحي انا شاطب عضويتك من النادي وراح منزل اليافطه بتاعته من نادي الزمالك، وكأن نزول يافطه الدكتور اشرف صبحي هتلغي منصبه، او معاك كده بعد نزول يافطه خلاص اشرف صبحي ما بقاش وزير الشباب والرياضه. ثانيا مفيش واحد في الزمالك كله يقدر ينسحب او يقدر ياخد قرار بالانسحاب اكيد 100%، لان اولا انت عارف حجمك كويس جدا، ثانيا انت بترمي كرسي في الكلوب يمكن يعمل دوشه يعمل شويه نوش، انما انت لو انسحبت حجم خسارتك ذات نفسه اكبر من حجم مكسبك. حتى انت السنه دي ما تقدرش تنسحب لانك انت ما فيش بطوله بتلعب عليها السنه دي غير كاس السوبر. انت فشلت في كل حاجه، كل حاجه فشلت فيها. انت امنيه حياتك تنهي الدوري عشان تلعب في دوري ابطال افريقيا بس، يعني انت طموحك في دلوقتي تنهي الدوري وتاخد المركز الثاني عشان تلعب دوري ابطال افريقيا بس. اما بالنسبه لعقوبه كهرباء اللي حضرتك معترض عليها، انا مش عارف، او الناس معترض عليها في نادي الزمالك، انا مش عارف اصلا العقوبه دي بناء على ايه، وهل هي في لائحه يعني في لائحه العقوبات ولا لا. والتظلم على العقوبه يوقف تنفيذها، وده اللي قالوا كده المستشارين او القضاه اللي طلعوا العقوبه. فلو حضرتك معترض ممكن تشرب من الخرار. طبعا بعدها طلع ميدو يركب الترند لان صاحب التايم لاين سياده الموسيقار غايب. اتمنى ان ينسى كل الزملكاويه خلافتهم في الوقت الحالي، يدعموا قرار المجلس بالانسحاب من ماتش السوبر، لان الزمالك ليس نادي صغير حتى ينبطح المسؤولين عن الكره هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم زي مصر. طيب انا هرد عليك بنفس المنطق بتاعك. اعتقد ان اكتر واحد هيفيدك في موضوع الانبطاح ده هو سيادة الموسيقار، هو حكاهولك وحكاهولنا على الهوا. كلمتين بقى كده بالنسبة لفكرة الانسحاب علشان عقوبة او علشان تحكيم مصري، ده ماتش فيه تقنية فار تعتبر تقنية فار عالمية. الفكرة ذات نفسها بتصدر احساس، او بتصدر احساس للجمهور ان هو خسر من قبل ما يلعب، وبتصدر احباط للعيب ذات نفسه. هتقول لي طب ما الاهلي انسحب قبل كده او اعلن انسحابه قبل كده من كاس مصر. اقول لك علشان الاهلي اعترض علشان عقوبه كهرباء، كان الاعتراض على عدم وجود لائحه بتنص على انك انت توقف لاعب عندي 12 ماتش والاهلي شايف ان هو متضرر. انما انت بتنسحب ليه؟ يعني انا مش فاهم. ولا علشان بتصدر الانسحاب من الاول وبتصدر مشاكل من الاول علشان لو اتغلبت كنت تقول بقى ده انا صح، ده انا كنت المفروض انسحب، وتخش تعيش بقى في جو المؤامره الكونيه بتاعك اللي ما بينتهيش ده. اخر كلمتين بمناسبه المؤامرات الكونيه. رفض مرتضى منصور لتنفيذ قرار العزل، او رفض مجلس اداره نادي الزمالك لتنفيذ قرار العزل بتاع مرتضى منصور، هيخلي الجهه المسؤوله عن تنفيذ القرار تاخد قرار بحل كل المجلس بالكامل، علشان المجلس رافض يعزل مرتضى ويعين رئيس نادي جديد، وساعتها هيعين لجنه مؤقته وتخش في نفس الدايره. ساعه ما تخش في نفس الدايره اعرف ان السبب الرئيسي هو مرتضى. ولو ده حصل ما تنساش بقى تخش بقى وتقول ان الدوله كلها بتحاربك علشان قربت توصل للمركز الثاني وهتشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، وان البلد كلها بتحارب الزمالك، مع انك انت ذات نفسك عارف ان الشخص ده هو سبب كل مشاكل نادي الزمالك، من هروب لعيبه لهروب مدربين لفلوس ما اتدفعتش اللعيبه. وما ينفعش مع الراجل ده غير حاجتين: انك انت تعمل اللي يرضيه حتى لو هتخالف القانون، او انك انت تخالف ضميرك. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وفعل زرار اللايك وخلي الكوره ليك.